والنادي الافريقي كان في علاقه ممكن يريد ان ينتدب لاعبين من النادي البنزرتي وابرزهم سليمان كشك اعتقد وايبارا مهاجم الفريق، ولكن في الاونه الاخيره تقريبا اليوم اتاكد بنسبه 95% انه ايبارا سيكون في الوكره القطري. هل هناك جديد خاص بانتدابات النادي الافريقي؟ وهذا الامر الذي يخصك بدرجه اولى باعتبارك مدير رياضي وباعتبار ان الميركات الشتوي انطلق اليوم في تونس. بحول الله هناك بعض الانتدابات. الهدف الرياضي الاول بالنسبه لي هو التخفيف من سقف الاجور، لانه النادي الافريقي اكثر فريق تونسي ربما او من اكثر الفرق التونسيه صرفا للاجور، وهذا امر غير عادي، وبالتالي ساحدد من هنا للمستقبل ان شاء الله سقف الاجور. الانتدابات بالنسبه لسليمان كشك تقريبا بنسبه 80% في النادي الافريقي. الاتفاق بين الاداره وبين اللاعب حصل، وان شاء الله في الساعات القادمه يقع توقيع العقد. بالنسبه لإيبارا غير صحيح، ليس من اهتماماتنا، واظن انه امكانياته لا تتماشى مع النادي الافريقي، ومبروك لنادي الوكره القطري واتمنى له كل النجاح والتوفيق. هناك بعض الاسماء الاخرى على المستوى التونسي، نتكلم على سامي الهمامي واحد من افضل المدافعين في الدرجه الثانيه التونسيه، سيكون افريقيا. احمد حسني كذلك في مشاورات متقدمه مع هذا اللاعب. اضافه باش نكملوا مع الاسماء لانه جميل جدا انك دخلت تعطينا في الاسماء مباشره. سامي الهمامي لاعب جمعيه الحمامات اعتقد، لاعب جمعيه الحمامات. لن يكون لاعب النادي الصفاقسي باعتبار الاخبار الاخيره تقول انه سيوقع على النادي الصفاقسي. ان شاء الله يكون في النادي الافريقي. تعرف في الميركاتو هناك تنافس. تكلمت شخصيا مع رئيس نادي الحمامات، تكلمت شخصيا مع اللاعب، هناك موافقه مبدئيه، وانت تعرف هيكل انه لابد عندما تتكلم على امور رسميه لابد من توقيع العقود. سمير نعيدوهم بسرعه باعتبار هذه اخبار حصريه واخبار هامه جدا. اذا سليمان كشك بنسبه 80% في النادي الافريقي، الهمامي سامي الهمامي لاعب جمعيه الحمامات ايضا بنسبه كبيره جدا في النادي الافريقي. الاسماء الاخرى في اسماء اخرى. احمد حسني لاعب الملعب. احمد حسني لاعب الملعب الجابسي، لاعب انطلاز رفيع. تقريبا شبه منتهيه بالنسبه لي الامور على المستوى هذا. هناك بعض اللاعبين الاجانب في الاختبار، لاعبين دوليين. في لاعب زامبي قادم ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه، مهاجم انطلاز عالي جدا. هناك لاعب كامروني دولي كذلك، لاعب وسط ميدان قادم. وهناك مدافع غاني كذلك سيكون متواجد خلال الاسبوع القادم. وسنحاول بحول الله ربما في الساعات القليله القادمه حسم بعض الملفات. ما تنساش هيك كذلك انه عندما تستخدم لاعبين فعليك ان هناك بعض اللاعبين يغادروا الفريق على مستوى الاعاره او بصفه نهائيه. واضح. انت قلت هناك امكانيه للحد، هذا سؤال اخير، تحب تحط من سقف الاجور بالنسبه للنادي الافريقي، ونعرف جيدا هناك لاعبين كبار عندهم اجور عاليه، يعني هناك نيه للاستغناء عن بعض الاسماء الكبرى في النادي الافريقي. هذا مؤكد، وهنا دعوة لكل اللاعبين لمضاعفة الجهد ربما للحصول على عروض قيمة. النادي الافريقي غير سياسته واصبح يتعامل بعقلانية مع كل الملفات. الافريقي سيعتمد بالاساس على ابنائه على مستوى التكوين الشبان وعلى مستوى الانتدابات الاصناف الشابة، ثم نحاول تدعيم الفريق من خلال عناصر مؤثرة. سيد سمير سليمي مدير رياضي للنادي الافريقي، شكرا جزيلا. تقريبا الامور كانت واضحه العمليه. انا كنت اطلب منه اسماء، تبارك الله سمير اعطانا الاسماء باريحيه كبيره جدا. شكرا جزيلا لسمير السليمي، وان شاء الله نلتقي في قادم المواعيد على قنوات الكاس الرياضيه. وسمير السليمي كان على فكره محلل قنوات الكاس الرياضيه وكان محلل برنامج الكره العالميه. شكرا جزيلا سمير السليمي. شكرا لك. شكرا. اذا نرجع نقدم التقرير الخاص